معك هدف برشلونة الثاني والثالث، لكن قبل ذلك تحدث الجميع تقريبا عن مباراة داخل مباراة كانت بين كوندي ومبابي. هل في رأيك أن يلعب شخص معك في المنتخب ثم تنتقل لمواجهته في النادي واحد ضد آخر يعطي ذلك ميزة للاعب على آخر؟ شاهدنا مثلا وولكر الكل قال بأنه لاعب لا يراوغ، وشاهدنا ستيرلينج هو من أحرجه في مباراتين تشيلسي سيتي ثم سيتي تشيلسي. هي تساعدك انما ما تخليكش تختفي كده، تختفي طول 90 دقيقة. فكوندي قدم مباراة كبيرة، هو سريع وتمركزه جيد وعنده حماية وراه أراوخو على طول يغطيه. وحاجة تانية خاصة بلعيبة وسط ملعب باريس، بيأخروا الكرة في رجلهم قوي عشان الكليان فيساعدون دفاع برشلونة على إعادة التنظيم. وحاجة ثالثة تعامل لويس إنريكي محمد معاه في الفترة الأخيرة. النهارده هو وحش، ما طلعتوش ليه؟ ما انت بتطلعه في الدوري الفرنسي، ما طلعتوش ليه؟ هل انت في التعامل الفتره الاخيره مع كليان ان انت يبقى كويس هو في الدوري ولا 60 دقيقه 65 دقيقه وتروح مطلعه؟ اما النهارده وحش، ما طلعتوش ليه؟ ولا عشان هو دوري ابطال وهو اللي هيكسبك؟ لا بس هو الاكيد انه هو بالنسبه له هو افضل لاعب في العالم، صح؟ أيوة ماشي، بس الدوري شبه محسوم والفارق مريح. لكن تشامبيونز ليج هي اهم بطوله للفريق، حتى لو قال لك احنا مش منافسين على اللقب. بس لو عارف ان نجمك بيحب او بيغضب او بيكره انه يطلع، فهتغير مزاجه، هتعكر مزاجه، فانت عكرت مزاجه، فانت عايزني يلا. هو ده صح ولا لا؟ ممكن من احد الاسباب دي، ممكن من الامور، لان هو مزاجنجي يا محمد، لازم مزاجه يبقى رايق. النهارده لا، هو متعب. خلينا نتفق، البطوله الدور متقدم والمنافس اللي لعب ضدي كلها اسباب تخلي كل لاعب يقدم 200%. هذا مسرح كره القدم تشامبيونز ليج. بس هو خد دوري، خد كاس عالم، بس ما خد تشامبيونز ليج. ماشي، هياخد مع ريال مدريد. اسمع كملنا يا كابتن محمد. خد كاس عالم، سجل هاتريك في نهائي كاس العالم، هو عمل كل حاجه في الكوره. فاضل له دوري ابطال. انا رايح ريال مدريد، بياخدوا كل دوري ابطال كل سنه ولا كل سنتين بياخدوه مره، فهو الطبيعي بيجهز شنطه. فانت اللي هو مش خسران حاجه، انت اللي خسران يا لويس انريكي. ادي موضوع كليان. لما اكتر نجاح لتشافي انه اخفى احسن لعيب في العالم، ده اكتر نجاح ليه بجانب النتيجه طبعا. مش سهل يا محمد ان انت احسن لعيب في العالم حاليا تخفيه طول 90 دقيقه، مش سهل. وده راجع لكوندي، اراوخو، واللعيبه اللي كانت موجوده في نص الملعب مع تاخير في نص الملعب. نرجع بقى لشخصيه فريق برشلونه اللي كانت بتعيبه في المواسم السابقه وخاصه في دوري الابطال، لما الاثنين واحد يتغلبوا 2-1 الركب دي والله. النهارده لا، اللعيبه ما تحسش انها قلقانه. ركب يوسف شيبو اليوم برشلونه. ايوه الناس يقول لك شخصيه الفريق، شخصيه الفريق تبان وانت خسران وفي الازمات. كيف بانت الشخصيه في هدف التعادل وهدف التقدم؟ ايوه، ما انا عشان كده بقول تدرس من بدري وتعاملات المدرب عشان تساعد ان الفريق يستعيد توازنه ويرجع في المباراه. واحسن شعور تنزل واحد سجل من اول لمسه وواحد يصنع من اول لمسه. بص يا كابتن، بدري نازل في الدقيقه 60 يا كابتن محمد، الباص التمريره اللي عملها دي في الدقيقه 61. في لعيبه بتلعب المباراه وهي على الدكه، بدري لاعب المباراه وهي على الدكه. في لعيبه عاوز 10 دقائق ربع ساعه عشان تخش في الجيم، بدري خد دقيقه عشان يخش في الجيم. وايه التمريره الحلوه دي؟ هوب استنى عنجل وراح الانطلاق والجري السريع المميز بتاع رافينيا. وتعامل رافينيا تعامل رافينيا مع الكره محمد حلو قوي. يعني رافينيا من اكثر اللاعبين اللي تعرضوا للانتقادات في برشلونه. ايوه، وعمل مباراه كبيره. الجول ده كابتن محمد التكنيك بتاع التمريره بتاع بدري وعمل مباراه كبيره. الجول ده كابتن محمد التكنيك بتاع التمريره بتاع بدري والانهاء بتاع رافينيا يدرس. طبعا مضروبين في مساحات ما بينهم، ما بين لعيبه باريس، الانطلاق وتوقيت التمريره ودقه التمريره والفينش. عينيه بصه مع الكوره، في تواصل مع عينيه مع الكوره مع رجليه الشمال، هوب على طول. شوف بيلاردو لما لعب الكوره، شوف بيلاردو محمد لو عيدنا اللقطه. على فكره هذا هدف شبيه بهدف صنع رونالدينيو لتشافي في الكلاسيكو، سجل تشافي على ريال مدريد. هو الهدف الثاني. دي برضو من احد الحلول ان انت عندك اللعب مفتوح وكرات ثابته. عندنا روما طبعا غيرها على خط المرمى، ما تطلع يا عم ال6 يارده، ما تطلع تاخد الكوره. فعلا كلام يوسف صحيح. ايوه الكره 6 يارده يا كابتن، هي منتصف خط ال6 يارده ما تطلع انت بايديك. انما سوء توقف ممكن، سوء تمركز، سوء رقابه، ده عملها كريستنسن كويس بدون مضايقه. لا لوحده
لوحده. هو دايما مشكلته. فده حل من الحلول ان الفرق تسجل من الكرات الثابته واللعب المفتوح، فنتيجه كبيره هتتاخد لبرشلونه. الكابتن طارق وجون قالوا ان في الامور في مباراه العوده، انما انت بتلعب بره ملعبك وكسبان 3-2، لو خسرت في ملعبك تستاهل انت ما توصلش. فانا اشوف ان النتيجه دي تدي دفع للفريق. وميزه تشافي يا كابتن محمد النهارده مع برشلونه انه راح يكسب، فاهم؟ مش رايح يقول لك نتيجه تعادل حلوه اخسر واحد، لا، هو رايح يكسب، مسجل 3 أهداف ومضيع 3-4 فرص. فدي الحاجات اللي تخلي متابع برشلونه وجماهير برشلونه مبسوطه، لان الفريق ده افتكر انه برشلونه في دوري الابطال ان هو برشلونه بتاع المواسم السابقه اللي بتاع 6-7 سنين، بتاع برشلونه تيشيرت تقيل يا ابني، انت وهو بتوع برشلونه انتوا عندكم 5 دوري ابطال. فلازم تفتكر في الادوار المباريات الحاسمه وفي الادوار المتقدمه دي اللي انت التيشيرت ده عندك 5 ألقاب. فالطبيعي بتبعد في بعض السنين، انما جات لك الفرصه في مثل هذه الادوار تكون متواجد في النهائي، فلازم يستغل الفرصه تشافي. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره، والخواجه معكم كوره. والنهارده كلام الكابتن محمد ابو تريكه، انفعال الكابتن محمد ابو تريكه على باريس سان جيرمان، وضعف دفاعات باريس سان جيرمان، وتفوق التلميذ على الاستاذ بكل ما تحمل كلمه من معنى. فوز ببرشلونه في ملعب حديقه الامراء على لويس انريكي، فوز مهم جدا، فوز صحي جدا، فوز بمنتهى الامانه غير فلسفه دوري ابطال اوروبا. الكره الاسبانيه متالقه جدا في دوري ابطال اوروبا. اسمع رايك في الكومنتات. تحياتي احمد الخواجه.